السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار عليكم، عاملين ايه؟ بصوا بقى يا حلوين، الفيديو ده للناس اللي ما تعرفش حاجة عن جرامير تالتة اعدادي، اللي ما ذاكرتش اصلا الفرنسي. تمام؟ هنعمل ايه بقى؟ هنلف لفة جوه الجرامير. تمام كده؟ هناخد الجرامير كله، هناخد على كل نقطة من الجرامير هناخد عليها نبذة او فكرة، او هنشرحها كده على السريع. وبعد كده هنحل اسئله. لما هنحل اسئله هنلم الدنيا جرامير وفوكابولير، جرامير وكلمات. تمام؟ لان احنا لو قعدنا عملنا كله من اول وجديد، يعني عملنا ريفيزيون واتكلمنا، الفيديو بقى هيخش في ساعه وساعتين وهيبقى ممل. فدلوقتي احنا هنعمل كده، هناخد جوله على الجرامير، هنخلص الجرامير وبعد كده نحل اسئله. لينك الاسئله هيبقى موجود عندكم في الديسكريبشن لو انتوا عايزين تطبعوا الاسئله وتتابعوا الفيديوهات مع الاسئله. ده هيفيدكم جدا جدا جدا. تمام؟ وعلى فكره دي طريقه مذاكره كويسه للناس اللي ما عندهاش وقت تتفرج على كل حاجه بالتفصيل، تحل اسئله وتقارن الاجابات. دي حاجه كويسه، فانا هعمل معاكم الموضوع ده. تمام كده؟ طيب لو انت بقى عايز كل موضوع جرامير بالتفصيل هتعمل ايه؟ هتفتح القناه اهو عندك، مروه عزب سامبل فرونسي. تمام؟ هتفتح البلاي ليست، قوائم التشغيل او البلاي ليست اللي عندك، وهتختار ايه؟ الصف الثالث الاعدادي 2025. تمام؟ 2025 اهو قدامك. هتفتح اللينك، هتلاقي كل الفيديوهات بالتفصيل، كلمات وفوكابولير وجرامير وكل حاجه بالتفصيل مشروحه حته حته. خلاص؟ بالتفصيل. لكن الفيديو ده هناخد فيه جوله كده على السريع وهنحل اسئله على بقى فيديوهين، على 3، على 4، احنا ورزقنا، ونبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كانت عندنا كنا واخدينها الاشياء اللي بتحل محل مفعول به المباشر. يعني ايه مفعول به مباشر؟ يعني لما بقول لك مثلا جو ريغارد لو غارسون، انا بتفرج على الولد، نو ريغاردون لا تيلي، انا بتفرج على التلفزيون. عندنا ادوات، ده كده مفعول به، وده مفعول به، وده مفعول به. الادوات دي هنا في ادوات بتحل محل المفعول به ده. لو جارسون ده مفرد مؤنث، مفرد مذكر، الولد. فهنقول مثلا جو لو ريغارد، يعني انا بتفرج على الولد، انا اتفرجت عليه. هتبقى هي دي الفكره، ان احنا شلنا المفعول به حطينا بداله لو بين السوجي وبين الفيرب. نفس الكلام هنا، نو ريغاردون لا تيلي، احنا بنشاهد التلفزيون. لا تيلي ده مفرد ومؤنث، هيبقى نو لا ريغاردون، احنا اتفرجنا عليه. تمام؟ اللي هو التلفزيون. ولا ليه لا؟ لان لا ده مفرد ومؤنث. هنا vous prenez les livres، احنا بناخد الكتب. vous les prenez، احنا بناخدها. جميل؟ ليه حلت محل ليه ليفر؟ لان هي جمع. هنا مثلا عندنا ايه؟ tu invites ton ami، انت هتعزم صاحبك. بقت ايه؟ tu l'invites. ليه l'invite؟ لان فيرب inviter بيبدأ بحرف متحرك، فهنحط الابوستروف. المفروض ان هي tu le invite، بس ما ينفعش، ده هنا حرف متحرك وهنا حرف متحرك، فهناخد الابوستروف. يبقى اول حاجه عندنا اللو واللا واللي اللي بتحل محل المفرد المذكر او المفرد المؤنث، او الجمع المذكر والجمع الايه المؤنث. تمام؟ اللي هي ليه. والابوستروف لو في فيرب اوله ايه؟ فويل. جميل الكلام؟ جميل الكلام. دي الحاجات اللي بتحل محل ايه؟ المفعول به المباشر. جميل؟ جميل. دي بقى الحاجات او الادوات اللي بتحل محل المفعول به الغير مباشر. تمام؟ بس ايه بقى؟ عايز اقول لكم على حاجه، لازم يكون عاقل. يكون ايه؟ عاقل، يعني بني ادمين. طيب ايه اكتر فيربات بيجي معاها الموضوع ده؟ اللي هي لما بنلاقيها في الجمله بنستخدم لوي ولور. لوي لو انا بتكلم على حد مفرد، او بحل محل حد مفرد مذكر او مفرد مؤنث. لور لو انا بحل محل مفرد جمع مذكر او جمع مؤنث. جميل؟ طيب لما نلاقي الجمله فيها الفيربات دي اللي قدامنا، demander à، téléphoner à، écrire à، montrer à. يطلب من، يتكلم مع، يكتب لي، montrer يشير à، dire à يقول، souhaiter à يتمنى، prêter يسلف، donner يعطي، répondre à يرد على، offrir يهدي، parler à يتكلم مع، sourire à يبتسم له. لو اخدنا بالنا ان كل الافعال دي ما ينفعش ان احنا نعملها مع حيوانات مثلا، لا، لازم نعملها مع عاقل. ولذلك لما بنلاقي الجمله كده فيها
اي فعل من الافعال دول يبقى لازم نستخدم لوي ولور في حاله تحويل الجمله من الجمله المباشره للجمله الايه الغير مباشره. يعني ايه؟ بصوا هنا parles tu aux élèves، انت بتتكلم مع التلاميذ، هقول ايه؟ oui je leur parle. طب احنا هنا الاف دي حلنا محلها بلور. لما بقول لك بارل تو اوز الاف انت بتتكلم مع تلاميذ، هتقول لي وي جو لور بارل، معناها ايوه انا بتكلم معاهم، تمام، ولغينا ليزيلاف. نفس الكلام هنا، تو تليفون او تليفون تو اتونامي، انت بتكلم صاحبك، هتقول وي جو لوي تليفون. ليه لوي؟ لان اتونامي ده هو واحد ومفرد وعاقل، فهنبدله بلوي. طبعا في وجود برضو حروف الجر اللي هي او وآ وأو مع الأفعال دي، يبقى لازم هنستخدم لوي ولور. وعلى فكرة دي بتيجي في الاختيارات، يعني سهلة مش هتبقى صعبة وهتفهموها على طول. شايفين هنا كده؟ هنا بقى في حالة النفي، لو أنا مثلا بقول جو نو لوي تليفون با، هنا مفروض إن دي جملة منفية، معناها أنا ما اتصلتش بيه، تمام؟ حطيت النو قبل اللوي والبا في الآخر خالص، تمام؟ نفس الكلام جو نو لور تليفون با، انا ما اتصلتش بيهم، حطيت النو قبل اللور والبا في الاخر خالص. هنا نفس الكلام، هنا بصوا جو بارل ا منى، انا بتكلم مع منى، جو لوي بارل انا بكلمها، جو نو لوي بارل با انا ما بكلمهاش. نفس الكلام هنا تو تليفون ا تي بارون، انت بتكلم قرايبك، تو لور تليفون انت بتكلمهم، جو نو لور تليفون با يعني انت مش بتكلمهم. حطيت هنا النو قبل الضمير او قبل اللور وبا في الاخر خالص. جميل الكلام، جميل الكلام. طب لو في حاله الباسي كومبوزي، tu as écrit à ton père، انت كتبت لباباك، je lui ai écrit. حطينا طبعا بنشيل التون بير ونحط بدل لوي. طب اللوي دي شايفين حطيناها فين؟ حطيناها قبل الفيرب بتاع الباسي كومبوزي. يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ انت كتبت لباباك باسي كومبوزي، ماشي؟ ايوه انا كتبت له او انت كتبت له. حطينا فيرب افوار وفي الاخر البارتيسيب باسي بتاع فيرب ايه؟ الاكرير. حطينا الضمير على طول بعد الايه؟ السوجي. ده في حاله الباسي كومبوزي وما بتجيش كتير، بس خلينا لازم ايه؟ نعرفها طبعا. يعني الايجريك بتحل محل الاماكن، وبرده بيكون موجود في حروف جر اللي هي واو والا واو. طبعا كل دي خاصه بالاماكن. لما بقول مثلا جو في او سينما، جو في على بلاج، تمام؟ دي كلها بريبوزيسيون، حروف الجر الخاصه بالاماكن. وفي كمان سور وسو ودون وشي وان، دي قليل قوي لما بتيجي. دي الايجريك بتحل محلها. ازاي؟ الاماكن ازاي؟ جو في على ليكول، جي في يعني انا رايح المدرسه، انا رايح لها او رايحها. بول فا ا باري، بول رايح باريس، بول يفا. شلنا باري وحطينا ايجراك، وهنا شلنا ايكول وحطينا ايجراك. يبقى لما نلاقي مكان وحاجه بتحل محل المكان هتبقى ايجراك، سواء في وجود حروف الجر دي او في عدم وجودها. الايجراك بتحل محل الايه؟ الاماكن فقط. لو فوالا يعني ها هو، لا فوالا ها هي، لي فوالا ها هم. التغيير في لو ولا ولي، وفوالا زي ما هي، ماشي؟ ولو فوالا بتحل محل المذكر، ولا فوالا ها هي بتحل محل المؤنث، ولي فوالا بتحل محل الجمع. زي الامثله اللي قدامك اهي، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. اولو ماجازا، فين المحل؟ لو فوالا اهو، ها هو. اولا جار، فين المحطه؟ لا فوالا ها هي. او سون لي جيب، فين الجيبات؟ لي فوالا ها هم. بس دي الفكره كلها. الفوالا هي موجوده في الثلاث حاجات، لو مذكر، لا مؤنث، وليه جمع. ادوات التجزئه سهله وجميله ودرجاتها مضمونه. ما ينفعش تقول انا باكل مثلا او انا بشرب قهوه من غير ادوات تجزئه. ازاي؟ انا اقول لك ازاي. لما انا بقول مثلا انا بشرب قهوه، بقول جو بوا كافيه. طب ايه لازم اقول هنا؟ انا بشرب قهوه، لازم استخدم ايه؟ الاداه المظبوطه. بقول جو بوا دو كافيه. يبقى ادوات التجزئه الخاصه بالاكلات عندنا جو بيجي وراها مفرد مذكر، ودو لا مفرد مؤنث، ودو الابوستروف حرف فويل، زي مثلا دلوي الزيت، دلو الميه، تبقى كده دو لو. لازم الحرف يكون ايه؟ فويل، ماشي، متحرك. ودي بسكوت
سيريال، كرواسون، ونزود اس في الاخر لان دي جمع. طيب ادوات التجزئه مهمه جدا وبتيجي في كل الامتحانات، ارجوكم لو انتم مش عارفينها ماشي يعني افتحوا الفيديو واتفرجوا عليها ماشي. طب ادوات التجزئه اللي هي ايه؟ دي ودولا ودولا الابوستروف ودي، لما بيبقوا منفيين في الجمله بيتحولوا لايه؟ بيتحولوا يا لدو يا لدي ابوستروف. زي كده هنا جو مانج دو جاتو، انا باكل جاتو. جو نو مانج با دو جاتو. شايفين؟ حطينا النو قبل الفيرب والبا بعد الفيرب والدو، دي اتحولت لدو. بصوا هنا المونج دي اورانج، يعني هو بياكل برتقالات. il ne mange pas d'orange. عملنا ايه؟ شلنا الدي دي وحطينا بدلها دي ابوستروف حتى لو هي جمع برضو. il ne mange pas d'orange يعني هو ما بياكلش اي برتقالات. فهمتوا الفكره؟ طيب الافعال دي بقى الافعال اللي هي الخاصه بالمشاعر اللي هي بريفير، بريفيري، وايمي، ادوري، ديتستي، طبعا بيستخدموا لو ولا ولو وملهاش دعوه بادوات التجزئه. يعني مثلا هقول مثلا جم لو تي، بحب الشاي مثلا. خلاص اهي استخدمت هنا ايه؟ لو، ما استخدمتش دو، ما ينفعش. لو انا عايزه انفي الجمله هقول je n'aime pas le thé. نفس الكلام je préfère، انا افضل le café، انا افضل القهوه. هقول ايه؟ je ne préfère pas le café. يبقى لو واللا واللي اللي مع افعال المشاعر ايمي وبريفيري وادوري وديتستي ما بيتغيروش ولا في الجمله المثبته ولا في الجمله المنفيه ماشي، مع الافعال دي بالذات. السنه اللي فاتت اخدنا كي. كي معناها الذي، وده ضمير ربط بين جملتين. يعني لما اقول لك ايه؟ ده صاحبي، ده صاحبي اللي نجح، هقول لك ايه؟ هو ده صاحبي اللي نجح. فهمت الفكره؟ بصوا هنا سي مون امي، هذا صديقي. مون امي اشات اون فواتور، يعني صاحبي اشترى عربيه. هقول ايه؟ سي مون امي كي اشات اون فواتور، هو ده صاحبي اللي اشترى عربيه. فهمتوا الفكره؟ بنشيل ايه؟ واحد من ده سوجي وده سوجي، بنشيل التاني ونحط كي، نربط بين الايه؟ بين الجملتين بكي، معناها الذي او اللي باللغه العاميه. هنا مثلا جو فوا ليليف، انا شفت التلميذ. سات ليف في دو بروي، التلميذ ده بيعمل دوشه. بصوا كتبت هنا ايه؟ جو فوا ليليف، انا شفت التلميذ كي في دو بروي، اللي بيعمل دوشه. فهمتوا الفكره؟ طيب في حاجه مهمه عندنا هنا انا اخدت بالي منها، عندنا هنا الديمونستراتيف. سو ديمونستراتيف اللي هي ادوات الاسماء الاشاره. سو بيجي وراها مذكر، ناخد بالنا من الموضوع ده. وست دي يجي وراها مذكر بس فويل، اوله ايه؟ حرف متحرك. وفي ست دي بيجي وراها مؤنث، والجمع بتاع كل دول ايه؟ سي، بيجي وراها جمع اي حاجه من دول. خلاص ست دي مذكر فويل. يعني هقول لكم على حاجه، ايكول دي مؤنث، ما ينفعش نحط قبلها ست دي، ما ينفع، غلط، مع انها اولها فويل هنحط ست دي. خلاص امي دي صديق، دي مذكر واولها ايه؟ فويل، هنحط قبلها ست دي. تمام؟ فهمتوا الفكره؟ دي ايه؟ ضمائر الاشاره او اسماء الاشاره، ممكن قلتها لكم كده ايه على السريع. الفيوتشر سامبل او المستقبل البسيط هو غتت شويتين بس سهل والله، يعني هو يبان غتت بس لما تفهمه هتلاقيه سهل. بتعمل ايه؟ بتجيب الفعل زي ما هو وتحطه في الانفينيتيف ماشي، خصوصا لو افعال ايه؟ مجموعه اولى زي مثلا بارلي مثلا ماشي، وتحط له النهايات دي. هيبقى شكله عامل ازاي؟ بارلوري اهو موجود تحت الحمد لله. بارلوري، بارلورا، بارلورا، بارلورو، بارلوري، بارلورون. بتكتبه زي ما هو كده في الانفينيتيف في المصدر وتحط له النهايات دي، ولازم تتحفظ لو سمحت من فضلك، ضروري ماشي. اما بالنسبه لافعال مجموعه تانية نفس النظام، بارتير، بارتيري، بارتيرا، بارتيرا، بارتيرون، بارتيري، بارتيرون. جميل؟ جميل الكلام، جميل الكلام. افعال المجموعه الثالثه بقى ليها نظام تاني خالص، واغلبها طبعا هي فيرب irregulier، يعني افعال مختلفه، افعال شواذ. بنعمل معاها ايه الافعال دي؟ هقول لكم حالا. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي، مختلفه خالص. aller بيبقى اير ماشي، venir بيبقى viendre، être بيبقى سر، avoir بيبقى اور. شايفين؟ vouloir بيبقى voudre. بنكتبهم ونحط عليهم النهايات. شايفين هنا قدامنا فيرب être je serai، يعني انا ساصبح، انا هكون. tu seras،
il elle sera كتبنا سر كده وزودنا النهايات بتاعت الايه المستقبل. avoir or انا هيبقى عندي طبعا avoir معناه يملك صح، هيبقى عندي كذا وزودنا النهايات اور. هنا بقى فيرب الي بيجي كتير، انا علمت لكم على اللي بيجي ماشي. شايفين اللي انا معلمه عليه ده بيجي كتير في الامتحانات. انت بقى عايز تزود وتحفظ الباقي يبقى شاطر، الله ينور عليك. خلاص. اير ده اليه وبيجي كتير اليه، يعني اللي هو ايه بكره هروح النادي، هتبقى ايه دوما جيري او كلوب، انا رايح بكره او هروح بكره النادي. فهمتوا الفكره؟ يبقى اير ونزود النهايات ده فيرب اليه. ونفس الكلام مع اتر سر هكون، واور هيبقى عندي. جميل جميل. لو انا عندي هنا شويه اسئله كده نحل منهم كام واحد كده ماشي. لو انا عندي هنا ليه توريست فيزيتي، ده افعال مجموعه اولى، هنعمل ايه؟ فيزيتي هنكتبه زي ما هو، وبعدين نحط النهايه اللي هي فيزيترون او انت، تكون انت بقى ايه حفظتها، اللي هي ايه او ان اس او زد و ان تي ماشي اهو. لو مثلا ميزامي فينير على فات، لسه دلوقتي ايه قرينا فينير في الفيوتشر سامبل من الافعال الirrégulier، هيبقى ايه فياندر فياندرون ماشي. هنا مثلا هنا الي ايرا tu iras à la fête avec nous، انت هتيجي الحفله معانا، ايرا اخرها اس. وهنا جو اتر ان ميدسان، انا هكون دكتور، يبقى ايه جو سوري. هنا جو افوار ان بيتي شي، انا هيكون عندي كلب، تبقى ايه جوري هيكون عندي كلب. فهمتوا الفكره؟ هي دي الفكره كلها، ان احنا ده شرح الفيتشر موجود برضو بالتفصيل في القناه زي ما قلت لكم. معلش انا بردانه جدا، ادعوا لي بقى اخف. عندنا ايه؟ عندنا هنا ك وايه وكي ابوستروف، ده الاسلوب المباشر والاسلوب الغير مباشر، التحويل من الاسلوب المباشر للاسلوب الغير مباشر، ودي برضو تعتبر ادوات ربط اللي هي ك وكي ابوستروف. بمعنى لما بقول مثلا هنا علي دي اسون بير، علي بيقول لبابا جو في مون ديفوار، انا بعمل الواجب بتاعي. يبقى هنا بصوا بقى علي دي اسون بير، علي بيقول لبابا كيل في سون ديفوار، ان هو بيعمل الواجب بتاعه. فهمتوا الفكره؟ ان احنا ربطنا بين الجملتين عن طريق ايه كو او كي ابوستروف على حسب ايه الكلمه او الكلام اللي موجود بعدها. نقول كده مثل تاني، منال دي اسامير، منال بتقول لمامتها جو في الي او كلوب، انا عايزه اروح النادي. فالاجابه هتبقى ايه منال دي اسامير، الجمله الاولانيه ما بنغيرش فيها اي حاجه، كال فو الي او كلوب، ان هي بتقول ان هي عايزه تروح النادي. فهمتوا الفكره؟ الجو بتتحول لإيل وقال، والفيرب بيتعدل وبنكمل الجمله عادي، فناخد بالنا من الحاجات دي. والجمل دي يا جماعه عايزه فهم اكتر من الحفظ، يعني انت تفهمها، تفهم المعنى ماشي. يعني هي منال بتقول لمامتها انها عايزه تروح النادي، ده كده الاسلوب الغير مباشر. لكن الاسلوب المباشر كان ايه؟ منال بتقول لمامتها انها عايزه تروح النادي، ان هي رايحه النادي، انا رايحه النادي جو فو الي او كلوب، يعني انا رايحه النادي، ده اسلوب مباشر. انت حولته من الاسلوب المباشر للاسلوب الايه الغير مباشر. يعني نقول تاني معلش، لا كليونت دي او فوندور، يعني الزبونه بتقول للبائعه جاشاتري ساتروب، انا هشتري الفستان ده. فانت بقى هتحول ده كده اسلوب مباشر، انت بقى هتحوله لاسلوب غير مباشر، هتقول ايه لا كليونت دي او فوندور، يعني الزبونه بتقول البائع كل اشاترات ان هي هتشتري الفستان ده. فهمتوا الفرق؟ تمام، هي دي الفكره كلها. في بقى طريقه تانية بطريقه السي او اس ابوستروف. يعني ايه السي؟ يعني سي معناها لو. مثلا هنا ايه، بصوا يا حبايبي دلوقتي علي دوموند ا منى، علي بيسال منى اسكو تو ام لا فيوند، هو انت بتحبي اللحمه؟ فده اسلوب مباشر، علي بيسال منى بيقول لها هو انت بتحبي اللحمه؟ فانت هتعمل ايه بقى؟ علي دوموند ا منى، علي بيسال منى سي ال ام لا فيوند، لو هي كانت بتحب اللحمه. لو سي دي هيبقى معناها ايه؟ لو، اذا كانت او لو هي بتحب اللحمه. تمام. عندنا هنا مثل تاني، لو جيد دوموند ان توريست، الجايد اللي هو الجيد اللي هو السائح او المرشد السياحي بيسال التوريست السائح بيقول له
سي لا فيزيتي لي بيراميد، لو هو زار الاهرامات. تمام. لكن الجمله الاساسيه اللي هي المباشره اللي هو لو جيد دوموند ا ان توريست تو يا فيزيتي لي بيراميد، اللي هو الجيد قال للتوريست هو انت زرت الاهرامات. فهمتوا الفكره؟ هي دي الفكره. انتوا اصلا ما شفتوهاش، معلش الكادر كان بره اهو. لو جيد دوموند ا ان توريست، الجيد بيسال السائح تو يا فيزيتي لي بيراميد، هو انت شفت الاهرامات. فانت كده ده اسلوب مباشر. تمام. فالغير مباشر هيبقى ايه؟ لو جيد دوموند ان توريست، الجايد بيسال التوريست اذا كان هو زار الاهرامات. سي، حطينا هنا سي، او لو هي وراها فويال هتبقى سيل. تمام. اذا كان زار الاهرامات او لو هو زار الاهرامات، هي دي الفكره. برضو ادوات ربط بس باستخدام سي او اس ابوستروف. وناخد بالنا ان عاده بيكون في سؤال يبدا باسكو وكو وكاسكو. خلاص. فاكرين بقى ضمير الوصل اللي هو كان اسمه كي؟ كي اللي هو كان اسمه ايه؟ كي اللي هو الذي. ماشي. ده بقى فيه او بقى ده خاص بالاماكن. ماشي. فوالا لوزين مون بير ترافاي دون سات اوزين، ادي المصنع بابايا بيشتغل في المصنع ده. هيقول ايه؟ فوالا لوزين او مون بير ترافاي، هو ده المصنع اللي بابايا بيشتغل فيه. يبقى احنا لغينا المكان وحلينا محله بأو. وطبعا اصلا او معناها اين في السؤال. ماشي. هنا مثلا فوالا لوزين مون بير يي ترافاي، طبعا فاكرين الاجراك بتحل محل الاماكن. قلت هنا فوالا لوزين او مون بير ترافاي، ده المصنع اللي بابايا بيشتغل فيه. فهمتوا الفكره؟ يبقى او بتحل محل الايه؟ الاماكن. بنفس طريقه ايه؟ كي اللي احنا قلناها في اول الفيديو. كي معناها الذي بتحل محل الاشخاص، واو معناها اللي بس الاماكن، او الذي برضو بس الاماكن. تمام. معلش حقكم عليا، انا عارفه ان انا صوتي تعبان جدا، بس والله يا ربنا يعلم انا بحاول ان انا يعني ايه الم لكم الدنيا على قد ما اقدر. عندنا بقى 3 حاجات: سيكي وسيكو وسيو. يعني ايه؟ سيكي دي تخص الاشخاص، وسيكو تخش الاشياء، وسيو تخش الاماكن. نقرا مع بعض. سي مون في كي في سي ديفوار، هو ده ابني اللي بيعمل الواجب. هي كي اللي اتكلمنا عليها في الاول. وسي ان فيلم فرنسي، ده فيلم فرنسي. كو جو ريغارد، ده فيلم فرنسي اللي انا بتفرج عليه. كو دي بتحل محل ايه؟ ان فيلم فرنسي، اشياء. سي اون ميزون، ده منزل. او مارتا ابيت، ده المنزل اللي بتعيش فيه مارتا. تمام كده. يبقى برضو نفس الكلام، سي كي وسي كو وسي او، كل دي ادوات ربط. خلاص كده. دي بتحل محل اشخاص، دي اماكن، دي اشياء. اشخاص، اشياء، اماكن. فهمتوا الفكره؟ في الاسئله بقى واحنا بنحلها هنظبطها، ما تقلقوش. يعني لو في حد حاسس ان هو مش تمام في اي حاجه، من الاسئله ومن الحل هيعرفها. ده اسلوب الامر اللي هو الامبيراتيف. طبعا المنظر يعني ايه؟ صعب. فانا هبقى اعمل لكم ايه بقى؟ اعمل لكم بقى ايه؟ احلى واجب. هنقلب بالورقه كده واقول لكم بقى نعمل فيه ايه. الامبيراتيف سهل جدا، اسلوب الامر سهل جدا، ما فيهوش اي اختراعات. الامبيراتيف انت لما بتدي امر لحد بتدي امر لمين؟ لتو او لفو. صح كده؟ لتو او لفو، انت او انتم. انت بتكلم واحد هتقول له انت اعمل الواجب، ذاكر، ما تعملش مشاكل. لو بتكلم اكتر من شخص مثلا هتقول لهم ايه؟ روحوا البيت، ذاكروا دروسكم كده. صح؟ يبقى انت لما بتستخدم اسلوب الامر بتستخدمه مع مين؟ مع تو ومع فو. بتعمل ايه؟ بتبدا الجمله بالفيرب بتاعه. ازاي؟ لو انا مثلا ايه بقول لك اتكلم بصوت واطي، هقول لك ايه؟ بارل. صح كده؟ بس في حاجه. طب ماشي، ناخدها كده خطوه خطوه. لو انا بكلمكم بقول لكم انتوا اتكلموا، بارلي. ماشي. بارل ا هوت فوا، اتكلم بصوت عالي. مثلا بقول لك اتكلم بصوت عالي، بارل ا هوت فوا. بارلي ا هوت فوا، اتكلموا بصوت عالي. جميل. طب هنعمل ايه؟ شايفين ده ايه؟ فيرب بارلي. نفكر كده، فيرب بارلي ده افعال مجموعه اولى. هنعمل ايه؟ هنشيل الاس اللي مع تو بس. هو ده الاختلاف. ونبدا الجمله. هقول لك مثلا ايه؟ علي، يا علي، بارل ا هوت فوا. يا علي علي صوتك او اتكلم بصوت عالي عشان انا مش سامعك. مثلا نفس الكلام بالنسبه لفو بارلي. هنقول مثلا ايه؟ ميز انفون، يا اولادي، ونعمل علامه تعجب مش عارفه ليه بس هي كده. بارلي
هوت فوا، اتكلموا بصوت عالي. لما اقول لك مثلا ايه، خد الدواء بتاعك، ده فيرب بقى، احنا قلنا دي افعال مجموعه اولى بنشيل الاس اللي مع تو بس. لكن لو افعال مجموعه تانية، بوار مثلا، فعل بوار يعني اشرب، هقول لك مثلا ايه، يا احمد اشرب اللبن بتاعك، هقول لك ايه، بوا طون لي احمد بس. وعلامه التعجب، يا احمد اشرب اللبن بتاعك. طب لو بكلم اكتر من شخص اقول لهم ايه، بوفي فوتر او فو ليه، اشربوا اللبن بتاعكم يا ولاد. تمام. فيرب بوار مع بوا تو، وبوفي مع فو. فهمتوا الفكره؟ بس كده، هو ده الامبيراتيف اللي هو اسلوب الايه، الامر. خلاص كده الجرامير كله خلص. اللي حاسس ان هو مش مستوعب حاجه معينه او نقطه معينه، زي ما قلت لكم من البلاي ليست افتحوا الصف الثالث الاعدادي بيانفينيو 2025، هتلاقوا كل الفيديوهات مترصصه كده بالطول والعناوين عندكم، واللي في حاجه مش عارفها ايه يراجعها. طيب بصوا بقى عشان نتفق مع بعض، الفيديو داخل في 26 دقيقه، فده كده ايه كتير جدا، مش عايزين نبقى مملين. شايفين الاسئله دي اكزرسيس فارييه، يعني اسئله متنوعه، دي اللي هنحلها مع بعض. دي طبعا طبقا للنظام الجديد اللي هو الايه 2025 اللي عامله لنا الوزير الجديد. خلاص. وبعد ما نعمل الاسئله دي، هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل امتحانات اهو، اهي امتحانات اهي، اكزامان 5 امتحانات برضو طبقا للنظام الجديد. هقول لكم تعملوا ايه في الاسئله دي، وهقول لكم النظام عامل ازاي، ونلم ايه الكلمات بالمره. يبقى احنا كده هنستفيد ان احنا هنحل اسئله امتحانات، وكمان هنلم الكلمات اللي احنا ايه ما قريناهاش. خلاص. لان انا لما هاجي اشرح لك كده هقول لك افسر لك واعمل لك ايه ترجمه، فمعلش بقى انا ممكن اعمل لك الحوارات دي كلها، اعمل لك مثلا الاسئله على فيديوهين والامتحانات على فيديوهين، 4 فيديوهات، وده يبقى كده 5 فيديوهات. 5 فيديوهات تركز لي فيهم، ماشي، اتفرج عليهم قبل الامتحان بكام يوم، يعني انا يعني مدلعاكم اخر دلع، بكام يوم تتفرج عليهم وتشوفهم وتركز فيهم، يبقى انت كده لميت الدنيا، جرامير وفوكابولير وكل حاجه. ماشي. الورق الشرح بتاع النهارده ده ملوش ورق، لان اللي هو طبعا حضرتك الورق كله متناطر، يعني الجرامير كله متناطر على الورق ده اللي انا عاملاه ده. لكن الاسئله هتلاقوه موجود في الفيديو اللي جاي الديسكريبشن. اوعدكم ان احنا هنخلص الحوارات دي كلها على 4 فيديوهات، الاسئله على فيديوهين والامتحانات على فيديوهين، يبقى انت عندك 4 وده الخامس وخلاص. تمام. فنطول بالنا كده علشان ايه، انت اصلا كده كده ما ذاكرتش، فهتعمل ايه، لم بقى الدنيا بالفيديوهات دي. خلاص. واشوفكم بقى على خير، هنعمل بقى الاسئله المره اللي جايه، واقول لكم ايه دلوقتي، اوريفوار، باي باي.